أهلا وسهلا فيكم جميعا لما كنتوا عم تتابعوني. اليوم راح أقدم لكم بناء على طلبكم لحفظ الفطر أو المشروم. عندي كمية من الفطر بيجي بتعرفوا بهذا الشكل عليه تراب وهيك قش، فهلأ نحنا بدنا نغسله بالمي، يعني طريقته مثل طريقة نفركه بالمي مرتين ثلاثة مثل ما شايفين. طبعا هلا انا راح احط مي على النار، بدي اسخنها وما راح اقطع كل كمية الفطر، وجبي حتى ما يتغير لونه ويصير على سواد. انتبهوا كتير منيح لهاي الخطوة، لبين ما تطلع الوجبة الاولى بنكون نحنا بلشنا بتقطيع الثاني، وفورا بسهولة بيتقطعوا مثل ما واضح عليكم بدون ما نشفوا باي شيء. مثل ما قلت لكم انا بداية تقطيع لاول وجبة حطيت مي بطنجرة، وراح اضيف ملعقة طعام من ملح الموني مو ملح الاكل، انتبهوا، وملعقة طعام من السكر لحتى يعطي لون حلو للفطر. دوبهم مع بعض، وهلا راح انزل اول وجبة من الفطر يلي قطعتها. طبعا هلا راح اخليه ينغمر بالمي هيك حتى يتم لونه على بياض وما يسود ويتعرض للهواء. كل شوي كبسوه، شايفين لونه كتير حلو. هلا السكر كتير راح يعطيه لون جميل. الوجبة الثانية ما بقطعها قبل ما تبلش تغلي المي هون عندي، ونرفع الرغوة حتى ما يسود. انتبهوا، كل وجبة قريب تطلع الأولى بتبلشوا تقطيع الثانية، هو ما بياخد منكم مجهود أبدا، سريع جدا تقطيعه. هلا عم يبلش يغلي وتطلع عندي هاي الرغوة، راح ارفعها قدر المستطاع. بعدين نكون مجهزة مصفاي على جنب. رح اخلي الفطر اول ما ارفع الريم يغلي لمدة دقيقتين، تمام، مو اكتر من هيك، ما بيتحمل. هلا بدي ارفعه هيك صار تمام، وعلى المصفاي فورا بهاي الطريقة. طبعا اذا بدكم تحفظوه بالفريزر بهاي الطريقة بس خلوه يبرد دقيقة واحدة، بنجيب الاكياس وبنغلفه حتى ما يتغير لونه، بنوزعه حسب حاجتنا. هلا الوجبة الثانية قطعتها فورا وحطيتها. اول ما تبلش تغلي بنرفع مثل ما حكينا الرغوة، بعير له بس دقيقتين وبرفعه. هاي الوجبة انا راح اعبيها بمطربان، راح اعبيه كله بالكامل، واللي بيزيده بعدين راح احطهم باكياس. اذا مشان ما يسود لونه فورا وهو ساخن عبوه بأوعية الضغط وسكروا لبين ما تطلع باقي الوجبات، ونعبيه كله بالكامل. رح نعمل له محلول الحفظ خارج الثلاجة. عندي هون لتر مي، طبعا هي الكمية المي كتير على هواء المطربان بس ما بيأثر. رح احط معلقتين مليانين من ملح الموني ونصف ملعقة من السكر، ورح احط خل ابيض بيعطيكم نتيجة رائعة للحفظ مع الملح. حطيت 3 كوب من الخل، بدل الخل ممكن تحطوا نصف ملعقة طعام من ملح الليمون مثل مبدأ العلب الجاهزة. شايفين بيحطوا فطر مقطع ومي وملح وحمض الليمون او ملح الليمون اللي هو سيتريك اسيد بديل للخل. بخليها على جنب لبين ما اطلع الوجبة الثالثة والاخيرة. هدول رح احطهم بكيس بالفريزر، بس خليني يبردوا دقيقة واحدة، تمام، حتى ما يصير تفاعل حرارة مع البلاستيك. المي هاي كتير غمقت، لهيك انا رح اعمل فيها شوربة فطر ما بنكبها، بحط مي جديدة لحتى يتم لون الفطر حلو. السلام عليكم.